السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل حلقة جديدة من حلقات التفريزات اللي احنا الأيام دي شغالين فيها. قبل عن كده عملنا تفريز البامية وعملنا تفريز الملوخية. دلوقتي موسم المانجا. ودلوقتي يعني تمنها هي مش رخيص قوي، بس يعني هي نازلة الأيام دي. فمعانا النهاردة هنعمل حلقة جميلة خالص عن التفريز. التفريز ده هيقعد معاكي يعني طول السنة، تقدري تفرزيه وتحطيه على أكياس براحتك. تحطيه مثلا، ممكن تحطيها واحدة صحيحة كده براحتك، بس أنا بحس إن هي بتاخد مكان يعني في الفريزر. لكن أنا دلوقتي هقطعها وأخد اللحم بتاعها بس. تمام. اكشن. دلوقتي احنا هنكمل نعمل التفريز ازاي. اول حاجه احنا في طريقتين. اكيد المانجا اللي انت هتجيبيها مش كلها زي بعض، يعني في هتلاقيها ناشفه زي كده، هقشرها بالسكينه. وفي الطريه اللي زي كده، يعني الراجل ممكن يديك طريه هتقوريها كده بالمعلقه، بتاخد اللحم بتاعها بس. اول حاجه عشان اللحم بتاعك ما يطلعش كله في القشره، بتقشريها كده قشره خفيفه خالص، زي كأنك بتقشري بطاطس. والتفريزات دي يعني والله هتنفعك كتير خالص في رمضان، وهتسهل عليك الوقت، ودلوقتي كمان بتسهل عليك الفلوس، لانك انت يعني بتشيلي حاجة بتروح من وشك. يعني مثلا تشيلي مثلا عصير المانجا. عصير المانجا ده تستخدميه في رمضان، يعني بيروح من وشك مثلا حاجة اللي هو العصير اللي انت بتخزنيه. كده هنا اكمل. يعني مثلا تحطيهم في الفريزر، جالك ضيف فجأة، تسحب الكيس من الفريزر وتطلعيه. في رمضان ينفعك، ممكن تسحبي كيس تعملي ايس كريم، اي حاجة. ممكن اللي احنا هنقطعوها دلوقتي مكعبات اللي هي ناشفة شوية، ممكن تستخدميها في صواني اللي هي كنافة بالمانجا، اي حاجة. يعني انا على ما اعرف يعني الحاجة اللي بتجيبيها بتروح من وشك، تبقى موجودة عندك في التلاجة يعني قريبة. اي حاجة تعمليها بتلفيها وخلاص. كده خلاص هنا قشرت المانجاية كلها. تمام. بقطعها كده، الحتة اللي من فوق ومن تحت. نحاول على قد ما اقدر ما هدرش لحم. بس كده تمام. اقطعها كده مربعات عشوائية. نجيب كيس اللي هي بتاعت مخصص الطعام، اللي هي البيضة دي، وبتكيس كل كيس على حسب استخدامك. بس كده تمام. بس كده. بس هنا هنقي الناشفة اللي زي كده وهقطعها. انا قطعت معاكم واحدة هنا، تعالى اقطع معاكم اللي هي الطرية دي. اقطعها كده بالعرض بحيث ان انا بس اطلع اللحم بتاعها بالمعلقة خالص كده. يعني مفيش حاجة هتغلبنا، كل حاجة احنا عرفنا لها ندخلها ازاي، نعمل لها ازاي. الطرية بنعملها بالشكل ده، والناشفة بنعملها بالمربعات. ممكن تخلطيهم الاتنين على بعض براحتك، ممكن تخلي الناشفة في كيس بحيث انت عارفة الناشفة دي وتكتبي عليهم. الناشفة دي تستخدميها في اي حاجة عايزاها، مثلا مانجا مش عصير،
مانجا يعني تستخدميها فواكه، تحطيها مكعبات على اي حاجة انت عايزاها، زي ما قلنا كنافة بالمانجا اي حاجة. ودي مثلا تخليها للعصير بس براحتك. طلع كل حاجة، ما سيبش اي حاجة خالص، سهلة كده خالص بالنسبة لي. كده تمام. حشت منها كل اللحم بتاعها، بس هكمل كل الكمية بنفس الطريقة دي. الطري بعمله هنا والناشف بعمله مكعبات. هنا عملت يعتبر نص الكمية وجيت اوريكم. حطيت انا الاتنين على بعض، الناشفة والطرية، عشان بستخدمهم عادي يعني، مش ضروري بالنسبة لي. وهنا راح اكمل باقي اللي فاضل واللي عندي التاني. بس هنا يبقى كده الشكل النهائي، كده الشكل النهائي لتفريز المانجا. تابعونا وحطوا لنا لايك، زي ما قلت لكم حطوا لي لايك واشتراكات وبهروني بقى. دلوقتي جت المرحله اللي اعبي الكيس فيها. بص هنا جبت اكياس اللي هي بتاعه الطعام، بعبي على حسب احتياجي انا الشخصي، على حسب افراد الاسره بتاعتي. يعني متلتزميش بالكميه اللي انا حطاها، على حسب ما انتي ايه عايزه. كده انا عملت الكميه اللي انا عايزاها. بمسك من هنا بطلع الهواء كله، بغربه. بعد كده بطلها كده بس، وبحطها تبع الجنب بتاع الفواكه. زي ما قلت لك لازم الفريزر ترتبيه، وتخلي مثلا ناحية للبامية زي ما قلت، ناحية للملوخية. دلوقتي فرزنا المانجا، بتخليه عشان كل الروائح دي ما تخلطش مع بعض. ماشي، براحتك خالص يعني، تعمل حاجة والله هي هتروح من وشك. كمل. بس هنا بطلع منها الهوا خالص. بخلي هنا مسافة عشان ارجع اللي انا عملته ده كده. يعني ازاي بنحط كده عليها دي نفس الكمية كده 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 على بعض، يعني عشان الفريزر ما يبقاش عندك مزدحم وكده. كده انا هكمل بنفس الحوار ده وبنفس السيستم، وهكمل كل الكمية الموجودة عندي. زي ما قلت لكم والله كده بتوفر عليكم الفلوس والوقت والمجهود وكل حاجة. يلا تابعوني على قناة المطبخ زمان. اديني لايكات واشتراكات. الى اللقاء، باي باي.